السلام عليكم الحبايب ديالي، اش اخباركم؟ هانيين؟ صحيحتكم مزيان؟ كلشي بخير. هذا البنات الصباح ديال النشاط الصباح ديال النشاط حنا عندنا هو التصبين الزرابي والتخمال والتشماش. هذا هو النشاط عندنا حنايا. الناس النصارى فاش كتصبح عندهم الشميشه كيصبحوا خارجين، وحنا فاش كتصبح عندنا الشميشه العرب ديالنا كنصبحوا ننشروا في المالطات والحوايج راه حنا معروفين. كي دايرين الغزالات؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم البنات. شوفوا ولدي راه حادق ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. الزريبيات هذه الكوزينه وحده ديال الكولوار. ماما قالت لك والو غنديرهم انا البنات هادو كنديرهم في لا ماشينه لافي كيتساعوا ليا، وقالت لك ماما والو غنديروا التيو نحكوهم في الارض. وهنا البنات جيت نوريكم هاد الوريدات هادو. ديجا كانت عندي داك الحبق ديالها الاخر كان عامر فيه، ونقلت غير جذوره ديال شي وحدين نقلتهم تما في الحبوقه اللي عندي. المهم كل واحد راني شنو زرعه فيه. شوفوا اللوينات اللي فيهم، لوينات غزالين. وهنا الغزالات كنوريكم الشارع دابا خاوي حيت الشميشه كاينه والصهد قليل اللي كيدوروا. هذيك البنات كنت صبتها حتى هي راه نشرها تما كتشمش. ايوا وكنحيدوا علينا شي شويه حيت فاش كتبان الصراحه الشميشه كلشي كيتشمش وشي حاجه اللي خصنا نديروها ضروريه. انا ماما راه كدير ليا المياه حيت راه كنا حكينا البنات، وكنحيدوا منها دابا غير الصابون ديالها. الدراري كيلعبوا حدانا. شوفوا هنا كنت جربنا هذيك العصاره د الليمون، كيقول لك زعما كتحكي بها وداكشي، ولكن الصراحه ما دارت شي حاجه. واش محيت هما جايين اصلا ملسين، يعني ما فيهمش داك الصغب ديالهم بحال الزرابي عليها، ماشي شي حاجه. ومهم جربنا حتى حنا بحال عباد الله. وهنا ولادي راكم كتشوفوهم جالسين كيلعبوا بالفرد ديال الماء، والنشاط كيكون بحال الماء. الحاجه حتى هي مسكينه خايده معانا في التماره، الله يحفظها لينا يا ربي. والكراطه عرفتي كتجي داك التبريده البنات زوينه. حنا صافي كنا ساليناها ودابا كنشلو لها غير الظهير ديالها وغنديرهم يتسقطروا فوق الكرسي. ومن بعد ان شاء الله عاد نجمع هاد التراس. التراسه ديال البنات مفاجيه حيت كتطلع على الشارع. الاخرى عندي كتخرجي لها من البيوته ما كتشوفي حتى شي حاجه، ولكن هذه فيها الجلسه زوينه. دابا شارك معكم ان شاء الله الجلسه فيها دايره فيها الباراسول، وكنجلسوا تمايا نشربوا قهوه بالعشيه وداكشي. ودابا هنايا الثانيه عاوتاني هكا كنخليهم يتسقطروا فوق الكرسي، ومن بعد غادي ننشرهم فوق السور. غنكحز هذوك الحبيقات اللي عندي ونشرهم حتى هما باش يتشمشوا في النهار. هما البنات كيلبسوا حيت راه الشمس حاره بزاف عندنا. وهذا هو النهار ديالنا. غادي نشارك معكم واحد الاكله غادي نديروها خفيفه من بعد هاد التصبينه والتبريده. غادي ندوز حتى انا باش ندخل ولادي، لانه فاش كيكونوا انا كنصاوب حاجه وما كيرونوا حاجه. ما تديوش على داك الطوريات الزبل اللي تمايا، حيت حنايا عندنا بنات كل حاجه كنلوحوها بوحده البلاستيك بوحدو، الجاج بوحدو، الباكله بوحده، الكارطون. يعني ضروري من هذوك الطورويات وداك الشيء. كانت عندي واحد شكل بحال دار صغيره كنا كنديروا فيهم داك الطورويات. بالحق هرست حيتها حيت واحد النهار كان عندي نهار كله غير ديال هاد الميناج وداكشي اللي كنا لحنا عليا داك شحال من حاجه لحتى ديتها لواحد البلاصه اللي كنلوحوا فيها هاد الحوايج ولا تلوحي فيها المهم اللي بغيتي. هنايا صافي ضربت المياه في البلاصه كلها وحاولت تجمع داكشي اللي قديت عليه. وهنايا كنكرط، وغادي من بعد نشارك معكم ان شاء الله واحد الاكله غادي نديروها. ومن بعد ما ساليت الغزاله السيقه ديال السطح، هنايا كنت شريت الخوخ والشهديه. غنغسلهم وغادي نقطعهم البنات طريفات صغارين ونديرهم في الكونجيلاتور
فاش كنحتاج بحال هكا العصير كنجبدهم كنطحنهم مع خيزو والباربا، داكشي اللي كان عندي موجود. المهم كنطحنوا بهم. هنا هما كيكونوا طريين البنات وحلوين غزالين بزاف. كناخذهم من عند واحد الخضر عنده المحل هنا من تحت الدار عندي. ومع هاد الصهد النيت راه خصنا شي حاجه بارده. من غسلتهم وغادي ندوز وحده بوحده غير من الفوق، ما كيكونش صراحه مسخن، ونديرهم يتنشفوا. غادي نقطعهم طريفات صغار ونديرهم في بلاستيكات اللي غنتحشوا في الكونجيلاتور. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. ما تنساوش كما ديما كنقول لكم لي لايك ديالكم الغزالات، الله يحفظكم ليا. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وكيعجبكم بحال هاد الفيديوهات هكا ديال هاد التخمال وتنظيف المنزل وداكشي نبقى نديرو لكم ديما ان شاء الله. من بعد ما غنسالي الغزالات غادي ندوز باش نحضر العشاء ديالنا ان شاء الله. وانتم مع الفيديو يعني اي خطوه درتها غادي تكونوا معايا فيها. المهم صافي هنايا ساليت الغسيل ديالهم كما قلت لكم. غادي نقطعهم ان شاء الله ونديرهم في بلاستيكات. دابا غادي ندوزو ان شاء الله لتحضير العشاء. هنا البنات كنت درت اللحم والدياله ديال الغنمي. الطريقه اللي كنقول لكم بحال شكل الطنجيه. هنايا درت فيه القزبر اليابس، الثومه مليحه، شويه ديال الكمون والثومه كما قلت لكم، وخلاص الملحه. هو البنات كيخصو يكون مكونجلي، ما كندير فيه حتى نقطه ديال الماء، لان داك الماء اللي مكونجلي فيه هو اللي كيطيب فيه. ولكن خاص البوطه تكون عليه على المهل وكيطيب غزال. هو كيهز طياب، ولكن حيت حنا ناقصين عليه حتى التالي. فاش كيبقى يذوب داك اللحم، فاش كيبقى يتطلق داك الماء ديالو هي اللي كيطيب فيها، وما كتحتاجي كاع ديري له الماء البنات. وكي ديجا كيرخي اليدام ديالو وكيرخي الميها وكيجي غزال في المذاق ديالو بحال شكل اللحم ديال الطنجيه. وسيرتو الدياله البنات كتجي بنينه. انا بعد زوجي اللي كيحماق على الدياله حيت كطيب كي الزبده البنات. وصافي راه ديجا مشتركه شاركه معكم في القناه ديالي الطريقه ديال الكوتلات وداكشي هو الطريقه اللي كندير ليهم. وصافي البنات، وهذه هي العشيوه ديالنا كما كتشوفوا. درت هنايا عصير ديال الخيزو والليمون. اللحم شوفوا البنات كيجي غزال. ودرت شويه ديال البطاطا سلقتها ولاريكو سطيتو بالثومه وخبيز ديال الدار. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. وما تنساوناش من اللايك ديالكم. شكرا لكم. وهنا الغزالات من بعد ما تعشينا خرجنا حدا الدار، جبنا دويره كنديرين الموسيقى حدانا البنات. ممكن ما سمعتوش، شاركت معكم غير داك شويه لانها راكم عارفين ممنوع. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. الى فيديو قادم.